المرصود، وهذه المعلومات الخاصة، المرصود للاعيبة الأجانب القيمة ترى غير مرتفعة. يعني يمكن أنه اللاعب الأجنبي ما نتجاوز 120 ألف دولار. يجب أن لا نغفل أنه الفريق راح المعسكر مصر وهو بدون اللعيبة الأجانب غير مكتملة العناصر. المعسكر انتهى واللعيبة ما اكتملوا، بعض اللاعبين ما حضروا هناك بسبب مشاكل في التأشيرة والتأخر في الحضور. يمكن المرصود، وهذه المعلومات الخاصة، المرصود للاعيبة الأجانب القيمة ترى غير مرتفعة. يعني يمكن أنه اللاعب الأجنبي ما نتجاوز 120 ألف دولار بالنسبة لنادي العدالة، وهذه إشكالية. إذا كان والله إحنا شهدنا قبل شوي بأبها، إذا كان أقل لاعب لعب مع نادي أبها واللاعب العنصر الأجنبي والحقيقة عليه استفهام أحمد جفالي جاي من نادي الزمالك، كان عقد مع الزمالك 500 ألف دولار. الكلام أنه مع جاء الأبها ب 800 ألف دولار، وهنا تقيد الميزانية 120 ألف دولار، فأنت تقيد أيضا من نوعية جودة اللاعب اللي جايك بالنسبة له، إضافة للعيبة المحليين. مع أنه كان مباراة الهلال كان جيد الحقيقة هالفريق، ومباراة الطائي أيضا كان جيد، لكن هي النتائج دائما تضغط على الوضع. ولا أعلم الحقيقة كان هدف الأخوان هل هم يأملون بالصعود، وهذه خطة العمل. طبعا مسير في 6 جولات تبعد عنك الصعود واضح، لكن ما أدري كان اتفاق مع العياري عليه إدارة النادي، هل هو بحث عن الصعود أم أنه نأمن وسط ممكن ندخل في البلاي أوف أحد المراكز أو أحد البطاقات المباشرة. لكن الثاني طبعا المدربين المغادرين العياري.